السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن الكرامة. هتكلم عن الأمان. لازم يكون البني آدم عنده مصدر ثقة في الأمان. لازم تكون إنسان شخص بتآمن في اللي جنبك واللي حواليك. لازم تقدر تآمن على أهل بيتك وتقدر تآمن على نفسك. لازم يكون عندك أمان في أهل بيتك وعندك أمان في نفسك. لو أنت ما عملتش أمان لأهل بيتك، اعرف إن أهل بيتك ممكن يعملوا كل حاجة من وراك. ولو أهل بيتك ما عملوش أمان ليك، يعرفوا برضك إن أنت تقدر تعمل كل حاجة من وراك. فبعض الناس اللي بلاقيهم متزوجين والكلام دوت مش مدي ثقة أمان لأهل بيته. ما أنت عمرك ما هتلاقي ثقة أمان طول ما أنت مش مدي ثقة أمان لأهل بيتك. أهل بيتك مش هيعملوا لك ثقة أمان أنت برضك، لأن أنت شخصيا جواك ما عندكش ثقة أمان. لازم يكون عندك أمان لنفسك وأمان لأهل بيتك، ولازم يكون عندك أمان لولادك عشان أنت يتعمل لك أمان. وأنت كذلك برضك، والمرأة كذلك لازم تعمل أمان لزوجها عشان تقدر تعمل لنفسها أمان برضك. ممكن برضك زوجك يعمل اللي هو عايزه من وراكي. خدي بالك وخد بالك، البني آدم لو ما عملش أمان في حياته هيخسر كتير كتير جدا، إذا كان من طرف الراجل أو من طرف الست. وأحب أعرفكم حاجة، اللي بيخسر في الموضوع ده كله أولادكم. أولادكم هم اللي بيخسروا في الموضوع ده كله. عارف ليه؟ عارفة ليه؟ عشان انتوا مش حاطين الأمان ما بينكم، مش حاطين مصدر الثقة ما بينكم، مش حاطين المحبة بصدق ما بينكم. دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها من الأول، إن مفيش حاجة اسمها محبة من غير صدق. لازم تكون في صدق، لازم يكون في أمان ما بين الطرفين، لازم يكون في أمان ما بين الأسرة وبعضها، لازم يكون في أمان ما بين الأخ والأخ، لازم يكون في أمان ما بين الأخت والأخت، لازم يكون في أمان ما بين الصاحب والصاحب والصديقة والصديقة الأخرى. لازم يكون في أمان ما بين الناس. من غير أمان هتخسروا كتير وكله هيخسر كتير. اعرفوا كده، الأخ ممكن يخسر أخوه عشان ما عندوش ثقة. الأخت ممكن تخسر أختها عشان ما عندهاش ثقة. الأخت ممكن تخسر أخوها عشان ما عندهاش ثقة. الأخ ممكن يخسر عشان ما عندوش ثقة. الزوجة ممكن تخسر زوجها عشان ما عندهاش ثقة. الزوج ممكن يخسر زوجته عشان ما عندهمش ثقة. حطوا أمان، لازم تحطوا الأمان، طرف الأمان. كلمة الأمان دي لازم تكون على كل الناس. لازم أآمن على أهل بيتك، لازم تأمني على أهل بيتك، لازم تأمنوا على الجميع. لازم يكون في محبة. مش الراجل يبقى ما عندوش ثقة في أهل بيته ولا في عياله، مش الست يبقى ما عندهاش ثقة في جوزها. ما انتوا كده بتتلاعبوا على بعض. وكذلك الإخوات برضه لازم يكون عندهم أمان لبعض. إنما ساعات الإخوات بيبيعوا بعض عشان خاطر الغير، عشان خاطر المصالح. أهو كذلك برضه الراجل والست بيخسروا بعض وبيخسروا بيتهم عشان ما عندهمش مصدر الأمان لبعض، ما عندهمش ثقة في بعض. فأدعو من الله سبحانه وتعالى إن يكون البني آدم عنده أمان للغير، ويكون عنده أمان في نفسه وفي نفسها عشان الغير وعشان أهل بيتها، وهو كمان عشان أهل بيته. لازم يكون عنده ثقة، ولازم يكون عندها ثقة. ولازم الإخوات اللي بيبيعوا بعض دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه يكون عندهم ثقة لبعض.
مش الاخوات بيبيعوا بعضهم عشان خاطر الغير ينبسط. ما اقدرش اقول غير كده. وكل اللي اقدر اقوله لكم، انا اسف اني طولت عليكم جدا او انفعلت في الكلام جدا. كل اللي اقدر اقوله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.